من وقت للتاني تحس ال WWE مش عارفة تعمل ايه. مرة تطرد مصارع وترجعه بعد ساعات، لا وساعات تعمل سيناريو يموت من الضحك لانه بيكون واضح وظاهر للجميع. النهاردة معانا مصارعين ال WWE طردتهم ورجعتهم بعد ساعات. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك القناة لو بتحب النوعية دي من الفيديوهات. المصارع الاول دريك مافريك، طردته ال WWE علشان تخفض من ميزانية الشركة، والكلام ده طبعا حصل في سنة 2020 بسبب فيروس كورونا، علشان دريك مافريك يقوم يعمل فيديو وهو بيبكي وبيشرح الوضع اللي حصل له بعد ما فسخوا عقده وخيبة امله، علشان الناس تقف معاه وتدعمه، علشان في الوقت ده تقرر ال WWE ترجعه تاني. المصارع التاني دانيال براين، ال WWE طردت دانيال براين علشان خنق جوش روبرتوس بالكرافتة بتاعته، لان دانيال براين كان في الوقت ده كان مع عصابة النكسس. ال WWE بصت للموقف على انه رد فعل عنيف من دانيال براين لجوش روبرتوس بالنسبة لعروض ال WWE، علشان تقرر بعد كده انها تطرده. لكن في الوقت ده الجمهور يشن هجوم عنيف على ال WWE، لان الجمهور شايف ان دانيال براين ما ارتكبش خطأ، وبرروا كده ان جاستن روبرتوس كان ضحية اختناق قبل كده. فال WWE ما لقتش حل غير انها ترجع دانيال براين تاني، ولكن المرة دي ظهر بشكل مفاجئ في سمر سلام علشان يبقى العضو السابع في فريق ال WWE مع جون سينا وباقي الاعضاء. اما المصارع الثالث هو مات هاردي. في 2005 مات هاردي كان بيطلع تصريحات غريبة ضد ايدج، والكلام ده حصل خلال عام من عدم النشاط، عشان ال WWE تقرر تطرده، وبررت كده بانه سلوك غير مهني، وقالت ان تصريحاته ادت الى تعطيل الاحداث الجاريه. الجمهور في وقتها قدم التماس كبير علشان يرجعوا مات هاردي لل WWE، لدرجه ان الالتماسات اللي تمت وصل عددها الى 15,000 توقيع علشان وقتها يرجع مات هاردي تاني لل WWE ويشارك في الاحداث اللي كانت حاصله وقتها. اما المصارع الرابع هو درو جولاك. بصراحة المصارع ده ما تعرفش هو عمل ايه علشان ال WWE تفسخ العقد بتاعه، مع انه كان مميز، وهو كل اللي عمله انه قعد فترة في الحملة اللي اسمها بيتر 205 لايف، وفي الوقت ده كان الضوء مسلط عليه عشان يلعب على حزام تحدي القارات علشان يختفي فجأة لفترة. لكن ال WWE تفاجئ الجمهور بعد 11 يوم من رحيله وتوقع معاه عقد متعدد لعدة سنوات. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناة.